كتب كلمات هذه الشيلة الشاعرة الدكتورة رشا علي الفقيه الملقبة بزهرة اليمن، تعقيبا على رد الشاعر الإماراتي ناجح التليدي على الشاعر الماربي، والذي أثارت غضب الكثير من اليمنيين. قالت رشا بنت الفقيه المكرم أغلى من القاسم والمكتوم، وهو أبوها حر والناس تعلم إن اليمن وأهل اليمن سادة القوم. من جالنا بالطيب والسلم يسلم، ومن غزانا عادل الخلف مهزوم. عرب أصيلا خيرة أولاد آدم، وإحنا سبا وأحفاد حمير وجرهم. يا ابن التليدي قدر الشعر وافهم مباني ناسك شلة الفرس والروم. خذ مريمك لك عننا لو تكرم، واقرض لسانك واترك العرض محشوم. ألفي من الغزلان مليون مريم، مثل الأفاعيل قالها سم مسموم. لكن على امثالك جسدها محرم، حمام صنعا ما تدور على القوم. أتعشق إلا كل فارس مخضرم، من ثوبها لو كان في الخبط مرجوم. فارس يصد الجن بالليل الأظلم، يكره وجود العطر مدمن على الثوم. بدوية مات والغرام المحرم، لو راسها يصبح في السيف مقسوم. تظهر على هيئة محارب ملثم، خذها على يمناك في البرد والحوم. تدخل تخوض الحرب من دون محرم، في يدها جرمل بنظر مدعوم. وخلفها رجال راس المعمم، مؤمن على ما عاهد الله ملزوم. قل للذي حلل لنفسه وحرم، ترى اليمن واهلا من البغي معصوم. لكن بعض الناس ما عندهم دم، حتى القصايد عندهم تجرح الصوم. حتى القصايد عندهم تجرح الصوم.